السلام عليكم حبيباتي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير، صحة وسلامة وراحة بال، امان واطمئنان للجميع. حبيباتي اتمنى ان الكل بخير. حبيبات عمري، أه شلون اتعامل مع اوردر اكثر من كيكة؟ شلون اتعامل وياها؟ راح اشرح لكم بالفيديو. شويت قبل ليلة رادوها بالكاكاو، فشويت قبل ليلة قعدت هاي ثاني يوم الصبح. ان شاء الله هم انزلكم قياسات، ابدي من 15 فما فوق لحد ما نوصل للقطع مال يعني الكيك. ف جاي يشوفون هذين الاثنين انا خالتهن يعني لافتهن بعلاقة، والبقية الثنين هناك لا ما لفيتهن، لان يعني نص الليل تقريبا، بحدود هيجي 3 بالليل خلص الشوي زين، وخليتهن هذن بالبداية شويت ذن الاثنين للاحتياط، ما عرفت ايش قد رايد، بس قالت اريد احجز كيك. بالبداية قالت 2، بعدين رجعت البنية حجزت يعني بعد كيكتين ثانية، فهن هاي يعني الزبونة وحدة. رجعت شويت 2، قلت لكم خليتهن هذن انا ب3. طفيت الفرن من شفتهن هيك بعد يعني كمل استواءهن، خليتهن بالفرن عادي ما عليهن اي شي زين. قعدت الصبح ترفات كل شي ما بيهن، بس الطبقة الفوق شوية ناشفة، مو يابسة وإنما ناشفة. اللي ألفها بالعلاقة لا راح تصير طرية، يعني هسه راح تلاحظون باعوا شلون جاي أرفع بيها تكون طرية يعني. فهاي مو حلوة يعني بالكيك، تصير مثل عجينة. شوفوا حبيباتي، وقلت لكم البقية يعني شلون أجهز إذا تجيلي أكثر من طلبية. شلون أجهز؟ أبدي أشوي قبل يوم، بعدين ثاني يوم يعني الصبح أقعد شو أسوي؟ باعو أقصصهن بالمنشار، او اذا انت متعلمة مع سكين عادي ماكو اي اشكال. انا بالبداية هم كنت اقطع بسكين، بعدين لا اشتريت شغلات اللي سهل علي شغل اسرع. هاي احيانا يصير بيها مثل يعني هو مو حرق لان هي بالكاكاو، وانما نقول محمصة زايد، فعادي نرفعها بالقشط بالسكينة. ان شاء الله اخلط لكم، ابدي من قياس 15 قلنا فما فوق. ان شاء الله اشتغلها وياكم اصورها، بس عندي شوي هذا الاسبوع والاسبوع اللي وراه يعني عندي شوية شغل ما فارغة يعني. إذا يعني إجت طلبية أريد أشتغل كيك سماوي حفيدتي، أول حفيدة إلي ربي يخليها إن شاء الله، وأريد نسوي لها عيد ميلاد، وأريد يعني أفرغ بس إلها. فقلت هذا الأسبوع ما راح أستلم يعني طلبيات، خلينا نشوف شلون يعني تدبر الأمور والله كريم. شوفوا حبيباتي، شوفوا الطراوة مالتهن كيك يجنن. هاي قلت لكم هي يعني حالها حال الأطراف مالت الكيك، بس أنا رفعتها لأن هي مساماتها ما مفتوحة، شلون مغلقة تصير من فوق يعني هذا الغلاف صاير، فهذا يمنع إنه مثل الكريمة مثل الكريمة الحشوات يعني تشرب بيها. ودائما بنات الشكل المحدب الفوق اللي يصير بالكيكة شكله محدب، هذا اللي جاي أقشط بيه، دائما خلوها الطبقة العليا للكيك، لأن هاي راح شنو بعدين تساوى يعني تساوى بالكريمة. احنا نتحكم بيها الكيكة تساوي بالكريمة. شوفوا هذا قلت لكم هذا اللي طلع من عنده بس الناشف مو الرطب، هذا فد يوم يعني راح اقول لكم شنو اسوي بيه. هاي احيانا يصير عندنا صفحة عالية بالكيكة، يعني اذا مثل اريد اشيلها بالسكين بس انا ما شلتها، لان تعرفون ليش؟ الديزاين اللي راح اسويه راح يضيع لي هذا الشكل. انتبهوا هسه بسيخ مال الاسنان خططت، وهاي الفرشة السيليكون بدينا نطبطب بيها.
الحلقة اللي قبلها تتذكرون الكيكة ام الاعشاب، سويت شكل الاعشاب بهاي اللي جاي تلاحظوها اللي لونها احمر، بهاي خليتها الاسباتولا، بهاي طبطبت. هواي طرق يعني هم ان شاء الله انا كل مرة يعني راح استعمل وياكم شي. راح يعني هسه راح تشوفون هذا الديزاين انا مشتغلته خلته بس ستوري، ما يعني مطلع الشغل مالته على القناة، فحبيت انه اشتغلها وياكم، وانتي بعد تتحكمين باللون، تشوفين شنو اللون اللي تريد تسوينه تتحكمين بيه. لاحظوا بنات هسه عندنا، انا طبعا جبت وردتين، عندي هاي مال عباد الشمس، كلش احب هاي الوردة بشكل، احبها بشكل مو طبيعي. يعني البنات عندي اللي متابعيني على الواتساب يعرفون انه كل صباحية انا اخلي هذا الورد. شوفوا حبيباتي، جاي تلاحظون الوردة اللي هناك جبتها، ردت اخلي يعني قلت اختار واحدة من عندهم، اختاريت هاي. هنا عندنا ورق الذهب اللي مختص بشغل الكيك، يعني هذا قابل للأكل بنات. شوفوا حبيباتي بهاي الطريقة يلتصق بسرعة على الكيك. طبعا أنا مسرعت لكم الفيديو بس أنا أشتغل يعني خاصة هذا راد له شوية دقة يعني، لأن طخ الإيد بالكريمة وهيك شي، فنحاول حاولت سرعته لكم لأن هو الفيديو طويل، قلت لكم لأن يعني 4 كيكات. هنا طبعا إيدي عرقن، فحبيت إنه أخلي بهاي بس ما نجحت، بعدين رجعت لا نشفت إيدي ورجعت بعدين اشتغلت بإيدي. هو كلش رقيق يعني يلتصق بالإيد بسرعة. حلو شغل الكيك بنات، ها هو متعة يعني صدق متعة، تحسين انه مقدمة في شي يعني، يعني من مواهبك يعني هيك يعني اعتبره انا الشغل، انه كل ما مثل يعني اشتغل ديزاين خاصة اذا شوية بي صعوبة بشي، احس انه انا مقدمة في شي يعني انه افيد بيه البنات، واني مثل ما تقولون يعني متمكنة انه اقدر اشتغل هيك ديزاينات. هذا بالكريمة بسيط يعني، بس شوفوا اكو يعني شغلات تشوفيها من تشوفيها بها صعوبة، بس من تجين تطبقيها لا بسرعة. يعني هسه اللي دائما ام الكيك دائما من نشوف فيديوهات شي بس تشوف كيكة يراوها نموذج، رأسا يجي ببالها انه شلون تشتغلها. هذا شكلها النهائي حبيباتي، ايش رايكم بها هاي؟ هاي عندنا اول كيكة. هنا حولت على الكيكة الثانية، هذيك رأسا اول ما يعني بديت يعني ساقلتها، يعني اختصار للوقت. هنا قلت لا خليه اسقلها من قدامكم بالاكياس مالت الحلواني نفسها، اعبي بيها الكريمة واخلي بيها ثقب، وبعدين ابدي اسقل. بداياتي هاي اللي تشوفوها بايدي هاي الاسباتولا الحمراء، بداياتي بنات بهاي يعني اشتغل. انا عندي الكاونتر، هذا سطح العمل اللي جاي اشتغل عليه انا هسه، هو الكاونتر مالت المطبخ زين. ف جاي تلاحظون شلون ارفع ايدي، الكاونتر بيعلو، وهذا الستاند هم عالي، وهي هاي اصلا طويلة، فبالاستمرار ظلت ايدي تأذيني، احس يعني مو ارفع ايدي هواية مثل من اريد اشتغل احس الم يصير بايدي. فدائما اشتغلوا بالشي اللي ترتاحونه بيه، يعني انتوا تحسون انه هذا مريح بشغلكم. عندي هاي السباتولا لا يعلى عليها، خفيفة بالايد لان هي بلاستيك، بس شنو الشغلة اللي بيها هاي بالغسيل بس تطخ بشي
رأسا يصير بيها يعني شلون الحواف الخشنة. اخذت وحدة ثانية، اتذكر مرة هم ذكرتها لكم بفيديو اني، وحدة ثانية عالية يعني اكبر من عدها للكيك العالي. طلعت بيها اعوجاج يعني، فما استفاديت من عدها شي. السقل يراد له طولة بال شوية، زين بنات، يعني خاصة للمبتدئات يراد له شوي طولة بال، لا تملين. زين. وحاولي انه مثل شغلك يعني يكون بدقة، مو على السريع، مثل اشتغل على السريع واني لا ساقله عدل، خالي الكيك شكله طالع وما اعرف شنو راح يوصل للزبون، يعني ما تطلع كيكة مرتبة هيك يعني نهائيا. طبعا بنات شوفوا، انا قلت لكم قعدت الصبح، مو انا شاويتهن، قعدت الصبح حشيتهم، خليتهم بالمجمدة لان ما كان عندي كريمة، فانتظرت لما يعني وصلت لي الكريمة يلا. وبديت النوبة يعني تقريبا هذا شغلي هسه، أنا هسه هذا مو الصبح، لا، هذا شغلي تقريبا يعني على بثلاثة، يعني هيجي ثلاثة الظهر. شوفوا جاي تلاحظون انتوا هسه هنا السقل مو تمام. أنا نوبات من أشوف السقل مو تمام عندي شي ببالي أريد أسوي يضيع هذا الشي. عرفتوا شلون بنات؟ انتبهوا. هاي الفورمة مالت النجمة، طبعا فورمات النجمة كلش يعني هواي بنات، اكو متقاربة واكو متباعدة. شوفوا انا متعمدة، مو قلت لكم يعني هذا الكيك هسه طالع منه ضميته، وهاي الاطراف شوفوا، يعني من نوبات اني اتعمد انه السقل مثل ما صار ما اتعب كلش بيها، اعرف انه وراها بعد شغل للكيكة عادي، الكيك طالع مثل بيها مثل مكان ما مسقول عدل ما اعرف شنو، انا اعرف شلون اضمه، يعني اذا ديزاين اللي ببالي، بس اذا هي صافية ما بيها شي لا لازم يعني لازم ارتبها. شوفوا انتوا هسه راح تشوفون هذا الشي كلش عادي، بس شوفوا حالات الكيكة شلون راح تطلع بنات. هذا طبعا باعوا. هاي عرفتوها شنو؟ انتبهوا، خالة بيها جليتر من هذا الناعم لون ذهبي. طبعا هاي تنباع بالصيدلية ومستلزمات مال البيبي، تجهيزات البيبي. اتذكر رحنا انا ونونة بنتي المحل، هو يعني يصير زوج اختي، يجهز هيك يعني شغلات مال بيبي. فنونة اخذت وحدة من هاي، انا انتبهت عليها، لزمتها بايدي شفتها شكلها سيليكونة. اي نونة اخذت وحدة جاي تجهز لبنوتتها، فايش سويت اني؟ قمت اخذت اثنين. نونة تعجبت قالت ماما شلك بيهن ذن؟ لين لزمت السيليكونة؟ لان انا مستعملة قبل، بس راح اراويكم ان شاء الله على الحلقة اللي بعدها، راح اراويكم انا شلون كنت اشتغل هذا الشي. يعني هم علبة، بس انا راح اراويكم يا علبة يعني اللي اختارها. هنا طبعا اريد اخلي فراشات، خليتهن بس بعدين ما عجبني، حسب مثل يعني شلون يعني صارت اوفر هيجي شغلها، كان ارتب خليتهم بس ما عجبوني، يعني لو كان مثل الورد ناعم صغار يعني عادي، مثل فراشات كلش ناعمة عادي، بس هذن كبار. فقلت لكم يعني من اخذناها من المستلزمات، نونة سألتني ماما شو تسوين بيها؟ قلت لها للكيك، ضحكت قالت لي سوالفك ما تخلص، دائما طلعين افكار ما ادري شلونها. قلت لها ارد يعني بالي فشي. من رجعنا للبيت جاي طلعنا الغراض يعني، وجاي نشوف شنو جايبين احنا من مسواقنا وهيك شي، طلعتهن، رحت شوية ورجعت لها، قالت لي ها مو اخذتهن انا ورحت؟ جيت خالت بيها الجليتر، ذكر كان يعني جليتر خشن، فراويتها قلت لها هذا ماما اللي خليتي بيها، قالت يعني رأسا فهمت الفكرة، لأنه أنا هواي شايفتني أنا من أشتغل كيك، يعني دائما من تجي يعني للبيت مثل إذا عندي طلبية تحب تصور، تحب يعني تشوف شلون أشتغل. فقلت لكم هسه عرفتوها انتم مال شنو، هاي تجهيزات البيبي من يصير احتقان عند الطفل. هاي يعني يستعملوها إله، دائما يصير عنده احتقان بالأنف بنات يعني، فيستعملوها إله.
شوفوا هسه يعني وزعت عليها اللون هذا الذهبي، وشوفوا الجمال شلون طلعت، تجنن طلعت، كلش حبيتها اني هاي. وهاي شنو رايكم بيها بنات؟ هسه اجينا للكيكة الثالثة، نفس الحالة همه سقلت، اختصرت لكم الوقت. هنا طبعا اثنين رادوهم نفس الشكل، هذا اختيارهم هم اللي راح ازينهن الثنين، والاولات لا على ذوقي قالوا زينيهن، اني زينتهن على ذوقي. هنا خلط عندي حشوة الكاكاو مع المروار، بخفة ايدي اوزع الكاكاو. طبعا سمعون اصوات، انا ما عندي اطفال، نونة بنتي ومتزوجة بس وحدة عندي. هنا الجوارين درجهم علينا، احنا بالطابق الجوا وهم طابق الفوق، فعندهم اطفال الله يحفظهم ان شاء الله. اصواتهم يعني نوبات يلعبون مثل، يبكون، صراخ، شي عادي كله هنا عندنا يعني، بس بالدرج، بس لا ما حد يسمع الثاني اذا مثل هم فوق يعني يتكلمون وهيجي شي، لا ما عندنا هذا الشي. شوفوا حبيباتي، هاي الالوان قلت لكم هم اختاروها البنات، فبيها شنو، شوفوا هذا اللون شوي افتح من هذا يعني اللون اللي خليته الورد الكبار. شوفوا حبيباتي، بيها بندق، هي المكسرات مالت البندق بالكيكة، اني ما عندي بندق ولا اي مكسرات متواجدة بالبيت، حتى جوز يعني عبالي عندي هم لقيته مخلص، فعندي كاكاو، بعدين اراويكم شلون خليته. بديت هسه بالثانية نفس الديزاين، هذا اللون الغامق خلط المروار مع الكاكاو وحشوة الكاكاو بنات، فهيجي جاي يشوفون انه مثل خاف ما مساوي او هيجي شي. نوزع بخفة ايدنا. طبعا القاعدة هم لازم انظفها، الجوة هاي لازم تتنظف. هنا أنا عندي الردن متدمر من الكريمة. طبعا يعني أنا الفيديوهات اللي قبلها، اللي قبل الفيديو يعني شلون خلق لكم، مو اللي هسه قبل هذا، صراحة عرضه لكم اللي قبله، نهائيا ما جاب يعني مشاهدات كلش قليلة، و يعني ماكو لا تعليقات لا شيء. هي طبعا لين بداية قناة يعني، هي لين بداية هيجي، ان شاء الله تكبر بالايام الجاية، بس شنو نبات واحد ينكسر واسه ونبات لا، اقول هي لي كبداية لازم هيك، وبعدين ان شاء الله من يصير يعني مشاهدات، تصير مثل لايكات، هي اكثر شي لايكات اللي ترفع، تعليقات مثل كل ما تعطين لايك كل ما مثل غيرك يعني مثل هي اليوتيوب يقترحها، يقترحها عليه يعني انه يعني يقترحها على الناس مثل انه يشوفونه. عندي الفيديو اللي قبل هذا مالت هذه كرة القدم، ما شاء الله بالستوريات نشرته، تقريبا جاب لي 1000 مشاهدة، وحلو صار عليه تعليق، يعني مثل ما تقولي شوية صعد، فعادي فيديو يصعد فيديو ينزل، يعني هاي مسألة شلون مثل ما تقولي تعودت عليها، شوي شوي إن شاء الله تكبر قناتنا. يا ريت يعني أتمنى لو تشاركوها مع يعني اللي يحبون شغل الكيك وهيجي شي،
أنا مو بس كيك، حتى طبخ يعني أنشر. بس أنا وعدتكم إنه شغل الكيك، أي كيكة تجي لي إن شاء الله أشتغلها وياكم بنات حتى لو بسيطة. يعني يجوز أنتي مثل واصلة المرحلة وتعرفين هذا، أكو مثل مبتدئات لا تحتاج الأصغر معلومة. زين حبيباتي. ف يعني مثل ما نقول شوي شوي إن شاء الله تكبر القناة يعني متأملة بيكم خيراني إن شاء الله حبيباتي. هنا طبعا رادوا عليها كتابة، كتبت عليهم هنا ذن الاثنين. أنا هواي أفضل إنه يعني الكيكة ما عليها كتابة، هواي هواي أفضل هذا الشي. يعني لو كتابة بالإنجليزي ما أعرف عندي أرتب بتكون. يعني أتذكر مرة الزبونة قالت لي أريدن، والله انطتني 6 أسماء. يعني هم ما شاء الله ناجحين ببيت واحد، أو ما أعرف يعني هم أولاد عم هيك شي. ف6 أسماء، يعني أنا الصراحة قلت لها شلون يعني أدبرها. هي كيكة يعني قياس 15 وتطلبين يعني هيك اسم، هم شوية أوفر هاي الشغلة تصير. شوفوا بنات هذا الشكل النهائي. هاي خليت بالوسط من هذا الورد 2 خليت. كلش عجبنهن، يعني وصل لهم الطلب البنات، كلش عجبهم. حتى شكروا من عندي. أتمنى الدعم بنات حبيباتي، اشتراك بالقناة دعم. حتى لو ما تحبين الكيك، إذا دخلتي لقناتي حاولي إن انطي لايك حبيبتي انتي، وأكون ممنونة من عندكم. بس خلي ترتفع القناة شوية، وإن شاء الله عندي هواي أفكار إن شاء الله أشاركها وياكم. بحيل الله إن شاء الله أشارك الكيك اللي راح أجهزه العيد ميلاد سما حفيدتي، هو هذا الجمعة اللي جاية. باي باي، مع ألف سلامة.